المسيح تألم من أجلنا، ونحن يجب أن نتألم معه أيضا. نحن نريد أن نتألم معه، والكتاب قال لنا إن كنا نتألم معه فسوف نتمجد معه أيضا. يا ليتنا نصلب مع المسيح. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجلنا. الكتبة والفريسيون يحسدونه، وكذلك الشيوخ ورؤساء الكهنة، ويتآمرون على قتله، ونحن نمشي وراءه ونقول لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. هم يوقفونه كخاطئ يستحق الموت، ويفضلون باراباس عليه، ويقدمونه للصلب، ويقولون اصلبه اصلبه. في نكران، في جحود، في خيانة، ونحن نقول له نحن نعرف من أنت. أنت المسيح إلهنا وملكنا ومخلصنا الصالح، لك القوة والمجد والبركة إلى الأبد آمين. المسيح يصعد على الصليب وتسمر المسامير في يديه وقدميه، وقبل ذلك إهانات وشتائم وبصاق وتحديات. لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. أما نحن فنقول له من أجل محبتك يا رب صعدت على الصليب لكي تخلصنا نحن، وكنت تستطيع أن لا تعلق عليه إطلاقا لو أردت، وكنت تستطيع أن تنزل نارا من السماء فتحرق أعداءك إن أردت، ولكنك لم تأتي لتهلك العالم بل لتخلص العالم. أتيت لتحتمل الخطاة الذين أولهم أنا. أتيت لتصلب، لتبذل نفسك فدية عن كثيرين. هم يوجهون لك التحديات كضعيف لا تستطيع أن تخلص نفسك ولا تستطيع أن تخلصهم. أما نحن فنقول لك لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. يا عمانوئيل ملكنا وإلهنا.